تخيل معايا، المتصفح ده هيبقى جوه دماغه تشات جي بي تي، يعني مش هتضطر تفتح موقع وتسأل، لأ، كل حاجة هتبقى مدمجة جوه المتصفح. مثلا لو بتقرأ مقال علمي معقد، تقدر تحدده وتقول له لو سمحت فسرهولي بلغة بسيطة، وفي ثواني حرفيا يبدأ يشرح لك بالعربي أو الإنجليزي زي ما تحب. ده غير طبعا المميزات الإضافية اللي بتخليه سابق عصره. أولا فهم نواياك، يعني هيفهم انت عايز ايه حتى لو طريقة كتابتك مش دقيقة قوي. ثانيا الواجهة الذكية، دي غالبا هتكون تفاعلية أكتر، ممكن تتكلم مع المتصفح بالصوت أو بالكتابة. وثالثا ودي بجد هتغير حياة ناس كتير، الملء الأوتوماتيكي للفورمات. يعني مثلا لما تيجي تملأ استمارة تقديم لوظيفة أو بيانات شغل، هو هيقرأ المطلوب ويملى لك الفورمة لوحده. واو. وطبعا البحث فيه متطور جدا، مش مجرد كلمات مفتاحية زي جوجل، لا ده بيحلل اللي انت بتدور عليه ويقدم لك نتائج مفهومة وسريعة.